بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التاجز وأهميتها بمقاطع اليوتيوب ومحركات البحث بشكل عام موضوع سبق وإني أعطيت شرح بسيط عنه بقناة مستر حلول. الشرح بعنوان إضافة وتعديل التاجز موجود على القناة، باستطاعة الجميع الدخول له ومتابعته بالضغط على الرابط المبين. يوتيوب قامت بإضافة أداة بتسهل علينا عملية إضافة التاجز، الدلات، بشكل آلي، بدون ما أقوم بتعديلها على كل مقطع على حدة. بدي أروح على مدير الفيديو. طبعا بذكر بأنه في حد معين لإضافة التاجز. في حال أنه كان في حال كنت متجاوز الحد الأقصى المسموح فيه، ما راح يتيح لي إضافة تاجز جديدة على المقطع. في حال إنه ما كان على المقطع تاجز إطلاقا، بقوم باختيار مقاطع أحادية مثلا بالضغط شمال. بعدها بروح على علامة، إما بختار من التاجز اللي أنا مستخدمها سابقا بمجرد الضغط على مثلا كلمة اليوتيوب، كليك شمال وبعمل تطبيق، أو إني بقوم بإدخال يدوي. بعد ما أقوم بإدخال المفردة بضغط على إشارة الزائد. عندي إمكانية إضافة التاجز بعموم المقاطع. بقوم بالضغط على تحديد الكل، كليك شمال، بضغط علامة. نفس الشيء، إما إني بختار من التاجز الموجودة أصلا، بقوم بتعميمها على كامل المقاطع عندي، أو إني بقوم بإدخالها يدويا. في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات حول هذا الموضوع، برجاء تركها بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.